هرونيفر. حرف النهارده او نطق النهارده هو نطق المي. المي كان بيرمز لها المصري القديم نفس شكل البومة، واللي كانت بتترسم يعني حاجة شبيهة بكده في المعابد. وكان في رمز تاني برضو بيرمز للنطق ده، وهو الرمز ده. حقيقة أنا مش عارف الرمز ده ممكن يكون عبارة عن إيه، كان بيترسم كده أو كده. فاحنا هنستخدم الاتنين دول في الحرف اللي احنا بنعمله النهارده بخط فيه. طبعا الترانسليتريشن بتاع الحرف ده كان الام سمول، والشبيه للحرف ده في النطق في اللغة العربية هو حرف الميم. طيب لو احنا عايزين نكتبه بقى بخط فيلو فهنعمل ايه؟ هنعمل بطريقة بسيطة جدا. ادي شكل البومة، وادي عين البومة، وادي بق البومة، وادي رجلين البومة، بسهولة جدا. طب لو احنا عايزين نعمل بده بالشكل ده حرف الميم، هنعمل كده وهنروح عاملين كده، وهنروح عاملين عينين وبق البومة. طب لو احنا عايزين خط ارفع عشان خاطر يكون اوضح شوية، اهو ادي شكل البومة، وادي عينين البومة، وادي بق البومة، وادي رجلين البومة. ولو احنا عايزين نعمل اللي هو الحرف ده او شكل الخط ده، اهو وادي عينين البومة، وادي بق البومة. ولو تلاحظوا الاتنين فيهم شكل من حرف الميم اللي احنا بنكتبه، فالموضوع هيبقى سهل جدا بالنسبة لنا وما فيهوش اي حاجة. اهو انت بتعمل كأنك بتعمل هنا بخط ارفع، اهو كأنك بتعمل هنا مربع كده، تنزل من المربع ده كده، تعمل نقطتين، تعمل 7 اللي هي بق البومة، وتعمل رجلين البومة بسهولة جدا. اهو اهو مش ده حرف الميم؟ فاحنا بنعمله بس شكل البومة. اهو نعمل كده، ادي النقطتين، وادي 7، وادي الرجلين. طيب لو احنا مثلا عايزين نكون كلمة مثلا ماما، ادي نطق المي، وادي نطق الآ، وادي نطق المي التانية، وادي نطق الآ. بس بسهولة جدا. بس ودي كانت حلقة النهاردة. اشوفكم في حلقة تانية، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير عشان ده فعلا بيساعد. تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. اياو معاكي امحط.